ربنا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني أخواتي، أسأل الله العلي القدير أن يسدد الأعمال وأن يصوب الأفكار وأن يهدينا سبل السلام وأن يجعلنا خير الناس مع الله وخير الناس مع الناس وخير الناس مع الأجيال، ونسأله جلت قدرته أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. إخواني أخواتي، حول خصائص الخطاب التربوي لحملة الأسرة لهذه السنة والتي تحت شعار معا من أجل الأبناء، لابد من معرفة بعض الخصائص التي تجعلنا نقارب الأهداف وتجعلنا نربح الأغراض وتجعلنا نعيش مع الحملة وعيننا على النهايات، أن تكون النهايات بإذن الله عز وجل تحول على مستوى أفكارنا وتحول على مستوى أنفسنا وصلح مع جيلنا وتطوير لأدائنا وآلياتنا. قضية التربية هي قضية الناس أجمعين وقضية البشرية إلى يوم الدين، فلأن الأبناء حبهم زينه الله في القلوب، ولأن العلاقة بالأبناء علاقة فطر الله عليها الأنفس، فهؤلاء أنبياء الله يدعون ربهم أن يرزقهم الذرية، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهؤلاء أنبياء الله يدعون الله بصلاح الذرية، وأصلح لي في ذريتي. من هنا معاشر الأخوات، حينما سننخرط في أو أشار الأخوة ننخرط في هذه الحملة فهو نفع لنا وللإنسانية جمعاء، لأن الإنسانية حينما تلتفت لهذه القضية تسعد بجيلها، وحينما تنسى هذه القضية تشقى بهذا الجيل ويشقى بها. لذلك كل من سيساهم في البلاغ وكل من سيساهم في الخطاب، وهذا الخطاب سواء كان وعظ أو توجيه أو محاضرة أو درس في المسجد، يجب أن ينطلق من خصائص تجعلنا نلامس هذه الأهداف. أول خصيصة نلتقي بها ونحن ننخرط في هذا الخطاب ونشارك في هذه التعبئة ونقوم بأدوارنا مربين موجهين دعاة بإذن الله عز وجل مثقفين. أول خصيصة هي أن نثير كامن التدين. الناس بفطرتهم متدينين يرغبون في الله والدار الآخرة، هذه فطرة الإسلام، وهذا الكامن مغروس في الناس، ولكن يحتاج إلى خطاب مذكر، خطاب موجه، خطاب يخرج من هذا الذهول عن الله والشرود عن الآخرة، يخرج من هذا الذهول بإثارة كامن الرغبة. لابد أن خطابنا يثير الرغبة في الأجور فيما عند الله عز وجل وهو ربي، لأن العملية التربية عملية غير منقطعة إلا بانقطاع الأنفاس بالنسبة للأولاد مع آبائهم أو مع مجتمعهم. لن يأتي يوم تنقطع فيه ضرورة التربية أو الحاجة إلى التربية أو الجهد التربوي، يعني ما يمكنش مجتمع غيجي واحد النهار اللي غادي يوقف عن هذا المشروع، وهو مشروع مع الأنفاس. بوجود هذا الإنسان تحضر هذه القضية، تحتاج منه كما أن إرضاع الطفل يأخذ الدم والجهد، تربية الطفل تأخذ العصب، تأخذ التعب، تأخذ المال، تأخذ كل شيء عزيز عند المجتمعات وعند الأمهات وعند الآباء والفاعلين. لذلك يجب أن نعلي وأن نثير كامن الرغبة. لماذا؟ قال بعض السلف:
من لم يعرف ثواب الأعمال شقت عليه في جميع الأحوال. من لم يعرف ثواب الأعمال، ولذلك يجب أن نثير قضية الثواب. لماذا؟ لأن أمر التربية اليوم أصبح مستعصٍ ودخل إلى التواصي بالانسحاب. يعني كثير من الناس الآن أو يتواصون أن هذا الأمر صعب ومستحيل وبعيد، فضاع الإغراء باليوم الآخر. وكم هي النصوص وكم هي الآيات والأحاديث والمواقف النبوية التي تعزز مسار المتابة في التربية والتوبة في التربية. التوبة حينما نستدعي في خطابنا الآخرة وتأثير الإيمان بالله كصانع الضمير الذي سيصنع ضمير الأب وضمير الأم وضمير الأستاذ، هو الإيمان بالله عز وجل، هو استدعاء الآخرة. من الذي سيوقظ ضمير الأستاذ حينما يقفل عليه القسم؟ من الذي سيوقظه غير الإيمان بالله ومعرفته أن كل الجهود التي يبذلها تربية في القسم لن تضيع عند الله سدى؟ من الذي يكون بين الأب وابنه حينما يقفل عليه البيت؟ إنما هي رقابة الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك الأخوات، خطابنا يجب فعلا أن يوقظ الحس الأخروي. هذا عندنا تحدي، لابد أن تعود الآخرة إلى بلاء الأنفس، لابد أن يعود الإيمان بما عند الله عز وجل، لأن هذا هو المحرك. من الذي يعوض الأمة عن سهرها؟ من الذي يعوض الأستاذ عن جهده؟ كل التعويضات لن تكون يعني شيء مقدر أمام هذا الجهد. فإذا جاءت الآخرة كانت للعوض لمحنة الأستاذ اللي عنده مشاكل في الأجرة وعنده مشاكل في هنا وفي التنقلات وفي فيضيع كل هذا التحدي مقابل وجه الله ومقابل استحضار الآخرة. فإذا أول خصيصة أن نثير الرغبة فيما عند الله كامل في الإنسان، لابد أن تستيقظ ليفرح الإنسان بتعبه، لأن العملية التربوية يجب أن تنطلق من أنها عملية شاقة وعسيرة إلى مرغوب فيها، إلى فرح بالبذل من أجلها. وهذا الشيء ما لم نعلي ثوابه يستحيل أن نأتيه بانشراح وبرغبة وبدفع أكبر. ثواب حتى بالنسبة للدنيا. الآن أسحل غيرنا من المسلمين يستحضرون ثواب دنياهم بصلاح جيلهم، كيعلموا من أمر التعليم. لماذا؟ لأنهم كيعلموا إذا فلس التعليم ما هي الجنايات على مستوى الاقتصاد، على مستوى الآفاق، على مستوى ما هي الجنايات؟ ستكون الجناية يعني بالنسبة للعاقبة ثقيلة جدا. فلا بد من إحضار لغة الأجور ولغة المتابة. ثم نثير كامل الرهبة وإيقاظ الضمائر بالوجل من سؤال التضييع. اليوم الخطاب يجب أن يحرك الوجل من سؤال التضييع. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. سؤال التضييع يجب أن يتحرك عند الآباء ويتحرك في رجال التعليم ويتحرك عند كل الفاعلين، ويجب أننا نترقى في هذا الخطاب، نوقظ الضمائر بالوجل. يجب أن يخاف الإنسان من مردودية أن يضيع، لأن كم من أب يتصور أو من أم تتصور أن العملية التربوية خارجة عن هذا الإطار، عن لغة الإثم والوزر وإلى غير ذلك. كم من أستاذ الفصل بالنسبة إليه لا يعني أن هناك ذنوب ترتكب في حق التلاميذ، لا يعني أن هناك ذنوب. فلذلك لغة الوجل وإيقاظ الضمائر لسؤال الجناية. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صححه الألباني، أتى رجل بولد فقال من هذا؟ قال ابنك. قال لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه. من يقول أن والدا يجني على ولده؟ ولكن حينما يغيب سؤال الإضاعة وسؤال يوم العرض على الله عز وجل وسؤال رجل التعليم غدا حينما يمر من القسم، ما هي الاختلالات التي قد يكون قد أثرها أو قد تركها في نفسية الأجيال؟ ما هي الاختلالات التي قد يتركها الإعلام، حتى الإعلام في صف الشباب وفي صف الجيل؟ فلذلك أول إذا نقطة أمانة عندنا في خطابنا لا الثقافي ولا خطابنا التربوي ولا الوعظ ولا التوجيه أن يستحضر هذا الشيء كصناعة للإنسان، كامن الرغبة وكامن الرهبة، الرغبة في الأجور والرهبة من تضييع يوم العرض على الله، بل السؤال أمام الله والسؤال أمام المستقبل. ونحن نوقظ هذا السؤال، نحرك في الأنفس حس المسؤولية وتغيير البوصلة في اتجاه الواجبات.
اليوم ونحن نحرك في قلوبنا وقلوب الآباء والأمهات ورجال التعليم والفاعلين في قضية التربية لا بد أن نغير البوصلة. هناك نداءات تتحدث عن الحقوق، واليوم في خضم الحديث عن الحقوق قد يضيع صوت اسمه الواجب. صوت الواجب هو المحرك لكثير من الحقوق. الواجب الذي يجعل الإنسان قبل أن يتحدث عن غيره يقوم بواجبه. قبل أن تنادي المرأة زوجها بأداء الواجب تؤدي دورها وواجبها. قبل أن يتحدث البيت عن دور المؤسسة يجب أن يخرج هو من الأزمة. البيت يؤدي واجبه. الأستاذ قبل أن يتحدث عن إفلاس المناهج يجب أن ينسحب هو من الأزمة، لا يتسبب في هذا الإفلاس. الحديث عن الواجبات الذي يبدد ظاهرة خطيرة نعيش في مجتمعنا، وهنا هذا الشيء اللي تنقولوا للإخوة والأخوات، خص دروسهم يحاولوا نجتهد لكي نبرز هذه الخصائص، خصيصة كامن التدين الذي يوصلنا إلى أن نبني حس جديد، لأن عندنا ظاهرة اسمها التملص الجماعي من المسؤولين. تملص الجماعي اللي كيتكلم ما عرفش هذا الجيل منين نزل. الآباء ماشي مسؤولين، المدرسة ماشي مسؤولة، ومناهج التعليم ماشي مسؤولة، والإعلام ماشي مسؤولين، الوزارة ماشي مسؤولين، لا أحد مسؤول. من المسؤول عن أوضاع الجيل؟ من الذي سيقوم بأوضاع الجيل؟ سؤال يعني ظاهرة التملص ظاهرة خطيرة توصل إلى الكلالة الذهنية، وتوصل إلى انعدام الشعور تجاه الواجب، وتوقف العقول عن الحلول وعن تصديرها. الواجب هو الذي يدفع للفعل. فلذلك نحن كفاعلين تربويين أو دعاة أو مثقفين يجب أن نغير اللغة. كلنا معنيون حقيقة، كل على قدر طاقته ومسؤوليته، لكن يجب أن نخرج من الحديث. حتى قال أحد التربويين قال عمر يعني 25 عام وأنا في منبر التربية لم يأتي مرة أب يقول لي قد يكون الأمر مني، كيقول لي شوف الولد ما بغاش، شوف الولد ما عملش. ولا مرة الآباء يعني يناقشوا قد يكون هم السبب، ولا مرة يتكلموا هم عن واجباتهم. من شكا غيره. اليوم قبل أن نشكو غيرنا يجب أن نتحدث عن واجباتنا قلت أم قصرت، كثرت أم ساحت، فيجب أن نتحدث بهذه اللغة لنوقظ حس المسؤولية. هذا النقاش يجب أن يحسم. من المسؤول؟ هذا النقاش اليوم في خطابنا يجب أن نساعد لكي نحسمه. الجميع مسؤول، ونحسم قضية خطيرة جدا. الجيل لا ينتظر النقاش، الجيل يتشكل، والاب والام باقيين كيدابزوا، كيقول لها انت المسؤوله وكتقول لي انت المسؤول، ما عرفتش باقي ما يحسموش النقاش من المسؤول. والجيل يضيع بين المدرسه وبين الاباء. يجب ان يحسم النقاش اليوم الى صالح ايقاد الواجب. الكل مسؤول والكل عنده التزامات وواجبات تجاه هذا الجيل، وخطابنا يجب ان يعني يقتحم هذه العقبة في صوت الحقوق. نعم، ولكن أكبر من صوت الحقوق لأن صوت الحقوق صوت مشروط. الطفل اللي قلتي ليه بر بوالديك يقول لك يعطوني هما، يعملوا لي هما. لو قلتي ليه صوت الحق صوت مشروط، لكن صوت الواجب يتعدى الشروط. رب القرآن يعلمنا ذلك تعليما عجيب حينما يقول لك وبالوالدين إحسانا. سيدي قطب يقول لك بمجرد الوالدية يحتاجون إلى الإحسان. ربي يتحدث في سؤال التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبر أمها وهي غير مسلمة، فيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الواجبات تعطي الفعل بدون شروط حتى ولو شروط الأجور، لأن الإنسان يريد أن يبرئ الذمة أمام الحق سبحانه وتعالى. فأرجو إخواني أخواتي من سيحاضر في هذه القضية أن يثير هذا الحس، فسنعود لأدوارنا، وحتى المجتمع سيخرج من هذا النقاش من المسؤول إلى كلنا مسؤولون، وكلنا يعني أطباء علماء دعاة، كل من ناحيته وكل من أدواره. قبيلة نقرأ في الجريدة حول نظافة في بكين، نظافة كيف أنهم بالنسبة للأطفال ولا الكبار من بصق له غرامة مالية. الحملة شكون شارك فيها؟ مشاركين فيها الأطباء، مشاركين فيها المهندسين، مشاركين فيها، لأن الكل مسؤول. الآن لدى حملة دابا، حملة مثلا هذه، أين الخطاب الطبي؟ المفروض أن الطبيب يتكلم،
العالم يتكلم، المهندس يخطط، لأن هذه العملية يعني عملية تهمنا جميعا. فإذا قلت أخواتي أول نقطة كبيرة، نثير كامن التدين الذي يثير الرغبة والرهبة ويدفع إلى بناء الحس المسؤولية وحس أداء الواجب. ثانيا كبيرة، خطاب يحرر الرغبة في التربية ويدفع إلى ركوب مناهج السلامة. الجميع يرغب في تربية أبنائه، ومجتمعنا يريد أن يربي الجيل، لكن هذه الرغبة يجب أن تصبح محررة، تتحرر من الأهواء وتتحرر من الفوضى وتتحرر من العبثية، لتصبح ممنهجة وتصبح خطواتها مستهدية بالله الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تحرير هذه الرغبة لتدخل في الاستهداء. تصوروا أن الإنسان لو أراد أن يذهب من مكان إلى مكان لاستهدى ربه، لطلب دليلا على خطواته. ولكن نحن في موضوع التربية يجب أن لا نستدعي النص لنعزز به بعض المقالات، وإنما يجب أن نعرض قضايانا على وحي الله عز وجل وعلى الكليات في هذا الأمر، لكي تصبح العملية التربوية تتقلص أخطاؤها وتقترب نتائجها. فلا بد أن نحرر هذا الخطاب ليكون مستهدي بالله. أخواتهم الإخوان غادي يتكلموا في محاضراتهم، يجب أن يركزوا على العملية، أن نعود إلى الله عز وجل وأن نعود إلى الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. النابلسي هذا دكتورة التي دكتورة في وصايا لقمان. أي مناهج في هذه الوصية، أي إنارات كبرى قوية في هذه الوصية وغيرها من وصايا القرآن. لابد أخواتي أن نتعلم أن نبحث في هذا الكنز الرباني، الكنز المقوم المسدد المصوب، ونعطيه عقولنا ونعطيه قلوبنا وأفئدتنا لكي يهدينا ونحن نبحث عن الحلول. نستهدي بالوحي ونستهدي بالدعاء ونستهدي بفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، بفعله مربي وبالفعل الذي وقع عليه متربي. أدبني ربي فأحسن تأديبي، رباه ربه سبحانه صلى الله عليه وسلم، رباه ربه. كيف نستخرج اليوم في محاضراتنا وفي مناهجنا، كيف نستخرج معالم تربوية ونحن نقتدي به قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. فإذا أول تاني مهمة وتاني خصيصة نبني عليها دروسنا هي الاستهداء والاقتداء. خصيصة يجب أن تصحب جميع المحاضرات وجميع الدروس، أننا أمة مهدية بالله لو استهدت. أن يكون الخطاب يبني العمل ويدفع للعمل. كيف يبني العمل وكيف يدير العمل؟ العمل بناء. اليوم الخطاب ديالنا كله خصو يسلمنا العمل. أول عمل يبنى الفكر السليم حول هذه القضية. لابد من فكر سليم يتحدث عن سلامة المناولة، سلامة في العلاج وليس قسم الظهر في العلاج، سلامة في تقريب البعيد. الدراري مساكن اللي ضاعوا واللي تشردوا واللي تحرموا لا نحرمهم من كل ما هم فيه. سلامة المناولة، سلامة الطرح، سلامة المطالب. فلا بد أن نحرر هذا الفكر ونبنيه عبر توجيهنا، عبر محاضراتنا، عبر عقولنا، فكر السلامة، فكر التعاون إلى غير ذلك. ونحن نبني الفكر، ندفع للعمل عبر تيسير القواعد وتيسير تيسير الآليات. طيب نحن تكلمنا عن محاضرة على سبيل المثال تحدثنا فيها عن انحراف الجيل. هل من مهمة المحاضرة أن تصف فقط الانحراف؟ أم من مهمة المحاضرة أن تتحدث عن قواعد للخروج من الانحراف، أو على الأقل قواعد للتخفيف من الانحراف، أو قواعد للوقاية مستقبلا من الخلاف؟ منهج التيسير ينطلق من أن سؤال الكيف يجب أن يحضر في كل محاضرة وكل توجيه. أي عرض درناه كاين شي فيه الجواب على كيفاش بالدارجة ديالنا. كيف لو تحدثت الأخت عن ظلمة الانصراف من التربية، كيف نتوب؟ في الدرس ديالها تجي شوية كيف نتوب، كيف نحضر، كيف يبنى فينا هذا الواجب. لو تحدثت أخت عن الهدر المدرسي، كيف سنوقف هذا الهدر؟ مقترحات، نتحدث مقترحات لنا ولغيرنا. الآن الناس كلها تتكلم عن الأزمة، القليل من ينشط في تقديم مقترحات يسمعها
أصحاب العواطف النبيلة وأصحاب الإرادات الخالصة وأصحاب التطلعات النيرة. إذا تحدثنا عن الضمير الجماعي، كيف سنبني هذا الضمير؟ وزد عليه كيف ننجيه من الانحراف؟ إذا تحدثنا عن الصلاة، الناس المرأة يعني نعلم في محاضرة يجب أن تعلمي أبنائك الصلاة، ويجب أن تخشي الله فتخرج لا تدري من أين تبدأ العملية وكيف تبدأ العملية وكيف تقطع مراحلها وكيف تخرج ناجحة. كيف نستنقذهم؟ ما معنى كيف نستنقذ الأبناء؟ لأننا ونحن نبني الفكر السليم وكنيسر القواعد يجب أن ننتبه إلى شيء خطير جدا، ألا نخرج فقط بالمثال الذي لا يراعي كما سنراه في نقطة ثانية. الوحدة كتتكلم لها على تربية الوليدات بمنطق أن التربية هي التي لا خطأ فيها ولا انكسار فيها ولا جريمة فيها. هذا خطاب يعني لن ييسر القواعد. الخطاب الذي ييسر القواعد هو الذي يعلم الأم كيف تنهض هي والأولاد من الفشل، كيف ننهضهم من الكسل، كيف يستدركون، وخاصة في مجتمع الاستدراك كل شيء إلا من رحم الله. الآن كيف يستدركوا على الرياضيات وهي سبب ربما غتكون سبب ديال هذا الخروج، كيف غيستدرك في الفرنسية، كيف فإذا لابد من هذا الخطاب حتى لا يصدر الأزمة أن يبني الفكر احتاطموا له. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن علمنا الذين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا كانت النتيجة؟ فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا من نتكلموا على خطاب الأزمة يجب أن تبني فينا الإيمان أكثر بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالواجب، ثم نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا من سيتمر، حسبنا من يقوم، حسبنا من ينصر سبحانه وتعالى. طيب أخواتي، ونحن نيسر القاعدة. أرجو أن ندقق في قواعد على مستوى الخطاب، في قاعدة كيف نيسر لهم السلامة في عالم التقارب والتضارب. اليوم نعيش مشكلة حقيقية يجب أن تحضر بثقلها بضغطها في مناولتنا لقضية الأسرة. عالمنا اليوم عالم التقارب والتضارب. تقارب يعني الانترنت الآن واحد تقارب بين الأجناس وبين المذاهب وبين الملل وبين النحل، وتضارب في الفتوى، في فهم الدين، في إتيان الدين. كيف نيسر السلامة؟ كيف سنخرج نحن وأجيالنا من ضغط هذا التقارب ونستفيد منه ومن اختلاف هذا التضارب؟ طيب أخواتي إخواني، ونحن نتذكر أن منهجا خصيصة الرحمة يجب أن تعلو على تصديرنا للأزمة، ويجب أن نخرج فكر السلامة وعقلية تصدير الحلول الممنهجة المبرمجة الميسرة. يبقى لنا خصيصة أخيرة، خصيصة الوسطية في الخطاب. لابد أن ننتبه إلى خصيصة الوسطية. هذه الوسطية التي هي شرط الشهود والخيرية. لا يمكن أن نصبح شهداء على الناس ولا نصبح يعني ناس الخيرية، ناس النفع، ناس الذين يريدون لأنفسهم ولمجتمعهم ولدوائرهم حلول ويريدوا لهم بإذن الله سلامة. ما أخطأتنا الوسطية. الوسطية لن نتحدث عنها في كثير من الأمور، لكن نختار بين أمور ضاغطة. أولا مراعاة بين الوسطية بين مراعاة المطلوب ومشاهدة الواقع. مراعاة المطلوب في التربية فعلا أن ترتقي إلى مستوى أن تنتج إنسانا صالح، عدا أنها يجب أن ترتقي أكثر لتنتج إنسانا صالح مصلح خير نير. لكن الواقع عنده صدماته، عنده تداعياته، عنده أثاره. فكيف لا المطلوب يغيب الواقع فنقسم ظهر من نربي ونغرق في مثاليات قد تضيع، وكيف ضغط الواقع لا يجعلنا ننحرف بالمطلوب في التربية. مثلا نسمع أن الطفل الآن يعني الواقع علمه أسلوب التنشيط، يريد أن ينشط في كل شيء، في كل شيء ينشط، حتى هو في الدرس ديال في القسم كينشط، كيندخل في المسائل، هو كيقرا وكيقرا معادلات الرياضيات اللي ممكن خاصها تثير فيه انتباه، كيندخل المسكن كيضحك وربما كيضرب حتى في الأساتذة. ينشط في كل شيء، في ساعة الجد، في ساعة النشاط اللي هو فعلا ضروري، لكن مع النشاط إلى درجة أنك الآن
هناك نداءات كيف تبنيو فيهم العقيدة. العقيدة شيء ثقيل لا يستجيب مع النشاط. كيف؟ إذا نحن في معادلة، كيف يكون الأمور وسط، نراعي هذا الواقع حتى لا ثم يبنى فيه العقيدة. كيف سنثير يقظته بالتنشيط إلى أن يصبح إنسان الجد. فمن هنا يعني يجب أن يكون لا نصبح تطرف المثاليين اللي هذا الجيل خصو جد، واقف يجد وبارك يجد، ولا إذا صمت فكر، وإذا نطق ذكر، وإذا قام شكر، ولا شيء يصنعه غير هذا. يعني يستحيل هذا في هذه الأجواء. ثم في المقابل نداءات التي تتحدث كل شيء ما، يعني الآن الميول يعني كل شيء ما، لا اللباس الإسلامي ولا الجد ولا الدراسة ولا ميول خطيرة من نوع الستار. فإذا نحن في خطابنا يجب أن تكون الأمور وسط بين المطلوب ومشاهدة الواقع. وحتى ونحن نتكلم للآباء عن الواقع لا يصدمهم. الآن الخطأ، معالجة خطأ في الواقع بين المطلوب والواقع. لا نستنكر أخطاء اليوم، ماشي استنكار، نستنكر يعني ماشي من استنكار، نستنكرها، ولكن لا نجن إذا وقعت أخطاء اليوم. سكون أخطاء الصحبة السيئة نستنكرها، ولكن لا يمكن أن تقول مستحيل أن تقع. لأن بعض الأمهات اللي كتقول لك مستحيل هذا الدري يدير هذه العملية، تجن، يعني تكاد تجن، لا تستقبل حتى أنماط العلاج، لأن بالنسبة إليها يستحيل بنية متدينة دير شي لقطة غارة. ولا وليد بحال الوليد اللي في حوار جميل بين أحد الأساتذة الملتزمين مع أبنائه، قال لك أنا أول مرة جلست في المائدة أحدثهم فقالوا يا أبي حدثنا عن الماضي. قال لك فقلت أصارحهم فقال لهم أنا تبت لسيدي ربي مرة واحدة اللي كنت كميت وتبت. الدري عنده يلا في السادس قال لي الشيا بابا أنا كميت وتبت، أنا كميت وتبت. قال لي الشيا بابا واش كنت كندير؟ كنا كنمشيو للمدرسة وكنجمعوا البوينتات وكنديروا دواره ونبقاو جالسين تنكملوا مع النوض، ولكن والله بابا لا تبت. قال لك انا مشيت ما عمرني كنت نتصور ان هذه العمليه غتكون في حياته. البنيه شنو قالت لي؟ قالت لي بابا عمرك ما درتي شي حاجه خايبه؟ قال الحمد لله في داك الشيء الاخر ما عمرني درت. قالت لي يا بابا راه عطاوني 13 موقع كله خلاعه في اعدادي. قالت لي انت بابا قالوا لي هذا الموقع وهذا الموقع داك الشيء خايب. قال لي فوجمت ما كنت انتظر ان الدري غادي يكون فيه عدو كيكون ضاق كعرو، ولا البنيه عندها في لاجوندا ديالها 13 موقع ديال الخلاعه. فلذلك اليوم فعلا الواقعنا كضاغط ماشي الاستنكار راه ضروري، ولكن ان الانسان يقول لك لا هادشي مستحيل ولا برز عند بيت من البيوت من هذا القبيل تقوم القيامه والدين، لا. اذا لم نستطيع ان نعالجهم ان ننقذهم. المطلوب فعلا استقامه عاليه، المطلوب فعلا الإعجاب في مستوى صلة، ولكن بين هذا المطلوب والواقع يأتي أمر الوسط في الخطاب وفي العلاج وفي الهدوء الذي يجب أن نتعلمه جميعا. الوسط بين الحرص وبين الغلو في هذا الحرص، تربية حرص، ولكن إذا لم تنضبط تصبح غلو ضاغط على الأولاد. حارسي الإنسان حارس باش يربيهم، بحال ديك الأم اللي حارسة ولدها باش ما يطيحش الماكلة على حوايج، كتبقى عامين وكدير ليه العشق، لان هي بالنسبه ليها خصو ما ياكل حتى يولي عارف ياكل مزيان. الا عطاتو العشره يوسخ وجهه. ولا الام اللي قالت لك الا وقفتو غيطيح خاصك تبقى هازاه. فالحرص لا يلغي التجربه ولا يلغي نوع المرونه التي تبني في الانسان هذا الجد وتعلم كيف يسقط وكيف ينهض من جديد. اما الغلو فهو قاسم، لابد من ان نوازي، نحرص نعم، لكن لا نخرج الى الغلو والى التطرف الذي يجعل البنت بالنسبه لامها متهمه باطلاق. كتلقى هي مزيان، يعني لابد ان تفقد بالوسط، تفقد حكيم، تفقد بالغلو، تفقد احمق. البنت عاد كتلقاها في راس المدرسه، تلقاها في راس التلفازه، تلقاها باكا تقلب في حوايجها، 10 تفتيش في النهار، 10 تفتيشات في النهار. مابقاش هذا حرص، هذه ولات بالنسبه اليها يعني مناخ. لابد من تفقد. الناس اللي كيتفقدوا تفقد حكيم ولادهم ما تيجيوش لهم الاخبار، يزرعون الثقه ويتفقدون. اما نحن فاحيانا الحرص الشديد يؤدي الى غلو. هذا خطابنا ونحن نتحدث عن الوسطيه. يجب ان ننبه الناس الى هذه المعادله، كيف نصبح اهل وسط
وأهل خير بإذن الله عز وجل. وسط بين الرفق والحزم، بين الرفق والحزم. أحاديث في الرفق مستفيضة. إن الرفق إذا كان في شيء زانه، وإذا غاب عن شيء شانه، وإذا أحب الله أهل قوم أدخل عليهم الرفق. الرفق خير كله، لكن الرفق في منهج الوسط لا يعني الدلال الزائد، لا يعني السهولة الزائدة، لا يعني التساهل الزائد، لا يعني التسامح الزائد، لا، وإنما الرفق يعني أن المنهج يجب أن يكون ميسرا وعادلا. من الرفق العقوبة الحكيمة، العقوبة الحكيمة، العقوبة المشرعة التي تنطلق من شرع الله، لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا، هذا من الرفق. ثم هذا الرفق يجب أن إذا أدى بنا إلى الحزم لابد معه من الحزم، لكن حزم لا يخرج إلى القسوة. كم من حازم ليس حازم، وإنما هو قاسي في صورة حازم. الحزم وأن تأتي الأمور بجد، وأن تأخذ الأمور بضوابطها، لكن هذه الضوابط لا تخرج الإنسان عن الجدية إلى القسوة وإلى العنف. فإذا وسطنا بين رفق مطلوب معقول وحزم نستدعيه ضابط لمسيرة الأبناء. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إذا يعني بالنسبة للولد يفسده أمرين: حضور العقوبة الزائدة وغياب العقوبة بالمرة. ملي كنقول العقوبة ولو يعني غياب الردع يفسد، غياب الردع، والردع غير بالعين، غير بالكلام، غير بالمواقف. إذا غاب الردع من حياة الأبناء فسدوا. هي في حياة الكبار اللي غاب الردع، في بحال الطرافة التي يتحدث عن الإنسان اللي دايز في الضوء قال له والشرطي واقف قال لي ما شفتيش الضوء، قال لي انت اللي ما شفتكش، انت اللي ما شفتكش، اما الضوء كاين. نحن يجب ان نحيي الردع ليصبح رؤية، ليس رؤية الشرطي ولكن رؤية الضوء. إذا تشعل تبدا عندنا ضابط نجعله نحن ضابط في حياة أولادنا، يحيي فيهم الضابط الذي هو ضابط الإيمان وضابط اليوم الآخر. وأخيرا ونحن نتحدث عن الوسط، لابد من أن يكون وسط بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. نتوكل على الله توكلا مطلقا لا يلغي الأسباب، ونأخذ بالأسباب لأن بعض القواعد تنحرف. الهادي من عند ربي، نعم، الهادي من الله، نعم، لكن الأسباب كما قال أحدهم: الهداية بيد الله والتربية مسؤوليتك. الهداية بيد الله ولكن التربية مسؤوليتك. فلا بد أن نكون وسط بين التعلق المطلق وبين الأخذ بالأسباب كما أرادها الله عز وجل سبحانه. أخيرا الخطاب كيفما كان لونه، وصية أخيرة وليست خصيصة، وصية شاملة لما قلناه. كيفما كان لونه أو الزاوية التي سينطلق منها أي خطاب ثقافي تربوي، يجب أن يعلم صاحبه أن الكلمة مسؤولية وأن الكلمة فعل. نحن حينما سنخرط بالخطاب هو فعل سنأتي إليه، والكلمة مسؤولية تحتاج إلى أمور حتى تكون من يعني وسائل الحق لإثبات الحق وتعميق الصواب. يحتاج إلى نية صادقة، يحتاج إلى نية صادقة. قيل لأحد الصالحين: ما بال الأوائل إذا تحدثوا أثروا، وإذا تحدثوا بلغوا، وإذا تحدثوا نفعوا، ما بالنا إذا تحدثنا لم نؤثر ولم ننفع ولم نبلي. قال: أولئك تحدثوا لعز الإسلام ونحن نتحدث لعزنا. هو ليس أسلوب نريد أن نتفوه به، بل هو حق نمارسه تجاه الله عز وجل. فلذلك لابد من النية، نعمل لعز ديننا ولعز منهج تربيتنا ولعز جيلنا وشبابنا. ثم لا بد من رغبة صادقة في النفع الخالص، وليس تسجيل الحضور، ليست المحاضرة تسجيل مشاركة، ليست الكلمة تسجيل تواجد، وإنما المحاضرة أو الدعوة أو الموعظة هي رغبة صادقة في النفع. صاحبها يسهر ويجد ويجهد ليحقق نفع لا ليحقق حضور. يمكن يستدعى أخ أو تستدعى أخت إلى منبر من المنابر، إلى مقر من المقرات، فيكون الرغبة أننا نؤدي الكلمة ونصرف. لا، إنما يجب أن يكون هناك نفع، حقيقة، كلمة، حكمة
أسلوب منهج نوصله فندندن حول هذا النفع المطلوب. هي كلمة مسؤولة تحتاج إلى جهد محترم يجمع بين العلم المطلوب والهدف المقصود والتجربة الإنسانية الموفقة. تحتاج جد أننا غيكون في حظ من العلم، حظ من الفقه المطلوب، وحظ من التجارب الإنسانية التي لا تغرق فقط في المثال. حذاري، لأن حتى التجارب اللي كنجيبو مثلا الفرق ما بين مثلا كتلقى شي كتيبات ديالنا شي كتيبات ديال الغربيين ما كيجيبش لك فيه عيب التربيه ديال النبغاء. الحديث فقط عن الاذكياء هذا يقتل الوسط المتوسطين. لابد ان تاتي بالمثال كما ناتي بمثال اخرجت صالح. احيانا الام اخرجت صالح توفيق سيد ربي مثل ربما لا يكون هناك تعب، لكن ناتي بمقابله نجحت في رد الولد من الكسل الى الاجتهاد، في رد منحرف الى الاستقامة، في إخراج من الفشل نفسي من الفشل. فهذه الأمثلة يجب أن تتعدد ليبقى الأمل عند لا المتدمرة ولا الفاشلة ولا التي فرطت، لكي تعلم القاعدة أن كل يوم جديد نحن على موعد مع التجديد. كل يوم جديد أنت وتربيتك مع تجديد العلاقة بالله والأمل فيه والأمل في هذه التربية وتجديد نفسية الأولاد ليقبلوا على الحياة بجديد. ختاما، نحتاج أن نتواضع للخالق سبحانه ونفتقر إليه ضارعين: ربنا عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونحتاج أن نتواضع للمخلوق، فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومن دندن حول النفع فإن النفع هو الذي يبقى، أما الزبد فيذهب شفاء، أما ما ينفع الناس فهو مكث في الأرض. أسأل الله العلي القدير أن يمكننا من الانطلاق من هذه الخصائص: إطار كامل التدين، بناء حس المسؤولية، والدفع إلى روح التكامل والتعاون، وخطاب الرحمات ونحن نتحدث عن الأزمة، ثم نتحدث بمنهج الوسط في كل شيء حتى نكون شهداء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.